السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل أكلة جميلة وحلوة جدا في الشتاء وكلنا بنحبها، وهو الكرنب. وفي ستات كتير في البيوت بتستصعب عميل الكرنب. النهاردة هعرفه لكم بطريقة يا ستي، بدل ما تحشي كرنباية واحدة تحشي كرنبتين 3 براحتك. خلاص، اتفرجي لآخر الحلقة وهتشوفي. ان دي كرنباية معايا، هبدأ اقطعها. انا حشت الورق الاخضر اللي عليها اللي هو اللي ملوش لازمة ده. ببدأ اقطعها، اقطع دي كده، وابدأ احوش اللي في النص، اللي زي ما انتم شايفين كده، اللي هي اللي في النص دي اللي هي جدر. خلاص، وهسلقها كلها. انا ببقى مجهزه الحله على البوتاجاز سخنت خلاص، ببقى حاطه فيها ملح وكمون. خلاص، هي كده بالمنظر اللي انتم شايفينه ده. هبدا احطها في الحله. يعني الميه كانت بتغلي خلاص، وهسيبها تغلي هنا. وانا ببقى جنبها عامله ايه، يعني مش سيبهاش وتمشي ولا كده، لا، جنبها ممكن تعملي خلطه الرز. خلاص، انا ببدا هنا الورقه اللي بتتسلق بتشيليها، الورقه اللي بتتسلق وتشيلها، انا هبقى اوريها لكم دلوقتي. هنا جنب الحله بعمل خلطه المحشي. خلاص، بحط هنا بصلتين صغيرين او بصله كبيره، بحمرها في زيت مش في سمنه. خلاص، ببدا اقلبها. وانا بقلب في البصله برضو هنا عينيا على الكرنب، ما تسيبوش عشان ما يتهريش منك ويستوي جامد. هنا بحش الورق اللي اتسوى. خلاص، كل ورقتين بتستوي بشيلهم وهي موجوده برضو في الحله، بدل ما تسوي ورقتين ورقتين، لا، دي كده هتسهل معاكي وقت. خلاص، وانت جنب في نفس الوقت بتعملي برضو خلطه الرز. خلاص، في ناس ممكن تسلق الكرنب في يوم وتحشي في يوم، عادي مفيش مشكله، براحتك. او شايله الورق في الفريزر ومخزنه، عادي مفيش مشاكل. ادي كده برضو ورقتين اتسلقوا بشيلهم. كل ما بتبقى في ورقتين بدأوا يستووا بشيلهم على طول، عشان ما يستووش مني جامد وما اعرفش احشيهم بعد كده. خلاص، وبسيبها برضو تستوي. وممكن تقلبيها برضو على الجنبين عادي، طول ما انت واقفه تقلبيها على الجنب ده وعلى الجنب ده. هنا كانت البصل خلاص بدأت تتدبل. حطيت طماطم، وحطيت معلقتين صلصه. حطيت هنا، بحط هنا البهارات، كزبره وفلفل اسود وملح بس. في ستات بيوت بتحب يحطوا كمون، عادي مفيش مشكله، براحتك عادي. بس انا ما بحبش احط الكمون. فهنا اسيبها تغلي شويه على البوتاجاز، واحط مكعب مرقه. وهي بتغلي كده على البوتاجاز ببدا اخلص الكرنبايه اللي سلقتها. خلاص، برضو ببقى متابعاها زي ما انتم شايفين، بتبدا اللي بتستوي بتخلع وحديها كده وبشيلها. هنا بسيبها تغلي شويه على البوتاجاز. وببدا بعد ما غلت شويه على البوتاجاز بحط الرز. بعد بقلب في الرز شويه، وبحط الخضره بعد كده في الاخر خالص. بحب الخضره احطها بعد الرز، بتبقى طعمها ولونها جميل. ابدا اقلب فيها شويه على البوتاجاز، يعني دقيقتين 3 كده. بصي بقى هنا يا ست الكل بقى في الورقه. هنا بحوش زي ما انت شايفه كده، اللي هي بتبقى ماسكه الورقه من النص، وبقسم الورقه نصين. خلاص، انا هحشي الورقه دي كلها كده بالطول. خلاص، زي ما انت شايفه كده. ركزي بقى، هي دي بقى اللي هتخليكي تحشي الكرنبايه في اسرع وقت. هتبداي تلفي الورقه وما تلفيش كتير عشان تستوي معاكي، هي لفتين كده وهتقطعيها. بعد كده لفيتها بالطول. انا هقطع الصباع الطويل ده بقى على حسب طوله، ممكن 3 ممكن 2. انا هنا جاي معايا 2، فهقطعه 2. ونص الورقه التاني برضو هحشيه بالمنظر ده. يبقى انا كده حشيت على طول 4 صوابع في لفتين على طول، بدل ما تقعدي تقطعي الكرنبايه ورقه ورقه، صباع صباع، وتاخد منك وقت في التقطيع. لا، انت يا دوب هتسلقيها تركنيها تبرد، تكوني عملتي الخلطه، وتبداي تعمليها وتلفيها بالمنظر ده. ده مش هتاخد منك وقت كده. الورقه التانية برضو على حسب طول الورقه. هي الكرنبايه اللي معايا دي كانت صغيره، فطول الورق كده ادي لفه بس، واللفه التانية وخلاص. ما تلفيش كتير عشان تستوي معاكي وما يبقاش مجلد كده معاكي زي الجلد. انا هقطعها برضو هنا على 3، يعني هتلاقي نفسك بسرعه. انا قلبت هنا اللي كنت بحشي عليها عشان تشوفوا بالظبط. هنا برضو هقطعها هنا برضو نصين. ده هتوفر معاكي الطريقه دي وقت جدا، وهتحبي بقى حشو الكرنب بقى مش هتستصعبيه تاني. هنا ورقه تاني معاكم هوريها لكم. خلاص، هتلفيها برضو لفتين كده وتروحي قطعه. ولو ورقه صغيره كده تبقي تحشيها صباع تاني، عادي مفيش مشاكل، اركنيهم على جنب لغايه ما تجمعيهم. وهنا بعد ما خلصت الكرنبايه، طبعا في ورق بيطلع اخضر كده من الكرنب. خلاص، مش بنحشيه. دي بقى هتغلفي بيها، تحطيها على الطاجن او في الحله اللي انت حاشيه بيها من فوق، بس بعد ما تشربي الصلصه او الشوربه بتاعتك وهو محطوط على البوتاجاز. خلاص، انا بوريكي كده يعني. وبعد كده تغطيه. خلاص. بعد كده انا من الصلصه اللي انا عملتها شلت طبق، نسيت اقول لكم، شلت طبق بحب اسقي بيه الكرنب مع الشوربه. ده الطبق من الصلصه اللي انا كنت حطاها على البوتاجاز بتغلي، من اللي هي خلطه الرز. طبق صغير كده، وبكمل بشوربه. ما عندكيش شوربه هتعملي ايه؟ مكعب مرقه وفلفل اسود وكزبره وملح،
ومعلقتين سمنه ويغلوا على البوتاجاز، هتبقى احسن شوربه. وتكملي الشوربه، بس الشوربه تكون سخنه ما تكونش ساقعه. خلاص. ولو هي ساقعه عندك ومخزناها في التلاجة وهتطلعيها، تغليها الاول برضو. خلاص. وهتغطيها الاول تبقى النار عاليه، وبعد كده تبدا توطي. وبألف هنا وشفا عليكم. يا رب تكون الحلقه عجبتكم. ما تنسوش بقى تدوسوا اشتراك ولايك وشير عشان يوصلك كل جديد. بألف